السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لو عندك لبن رايب كده يا حبايبي، أو نسيتيه على البوتاجاز كده، أو طلعتيه من التلاجة وسبحان الله لقيتيه هو رايب، ولا تزعلي ولا يكون عندك أي مشكلة. هتعملي منه أحلى قرص طرية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا يا حبايبي معايا نص كيلو دقيق، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من الخميرة، ومعلقتين كبار كده من السكر، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، حوالي طرف معلقه كده لو بتعايري بالكبيره، ومعلقتين سمسم محمصين، ورشه الملح طبعا ما ننساهاش، ونص كوبايه زيت او سمنه، او سمنه على زيت، الماده المتوفره عندك فضل ونعم. بشوية لبن رايبين كده حوالي مجين يا حبايبي، هنعجن بيهم النص كيلو الدقيق. لبن رايب كده صافي بسم الله ما شاء الله، هتدي معاكي نتيجة اللهم بارك. ونطرة كده بسيطة من الفانيليا عشان تدي للقرص كده ريحة وطعم ما شاء الله جميل اوي. هنا بقى اللبن كان تقريبا كيلو لبن كامل راب معايا، فقمت واخده حوالي المجين دول حوالي نصه، وقمت معبيه نصه في كيس التلاجة، وحطهم في الفريزر، ينفعوا لاي وقت تاني عاوزه اعجن بيه حاجه ابقى اطلعها. يعني لو لقيتي اللبن راب منك يا حبيبتي اوعي تزعلي خالص، بيتعمل منه احلى معجنات بل واحلى كيك كمان. جربته كذا مره للكيك، هبقى اجربه معاكم، بيبقى بسم الله ما شاء الله بيديلها طراوه برضو. ولا تزعلي خالص، وما فيش حاجه بتترمي ان شاء الله يا رب. نزلت كده بقى يا حبايبي بالماده الدهنيه، نص كوبايه زي ما قلت لك، واحاول ابس كده بيها بيها الدقيق، بحيث كل الدقيق يتشرب معايا الماده الدهنيه، ويبقى عامل زي رمل البحر المندي كده. واقوم جايه شوفوا اللبن بقشطته كله ازاي حبايبي بسم الله ما شاء الله. حاولي لو لقيتيه قطع معاكي يعني بقى زي ما قلت لك كده، ما تسيبوش على الرف فتره طويله عشان ما يمررش معاكي. اول ما تلاقي قطع شوفي هتعجني بيه حاجه ولا ما كده، والباقي كيسيه في كيس تلاجة في قلب الفريزر يحفظه معاكي. لكن لو سبتيه على الرف هيمرر معاكي حبيبه قلب. كلنا كده بنتعلم من بعض، ودلع على الخير كفاعله. ربنا يصلح حالكم ويسعدكم، وبتشرف لكل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا جداد في القناه، وجودكم على راسي من فوق حبايبي، الله يسعدكم يا رب، ونكبر مع بعض وبعض كده، ويحقق لكم كل ما تتمنوا وزياده اللهم امين، وينجح جميع اولادنا ويشفي مريضهم اللهم امين يا رب. فضلت انعم في العجينه زي ما قلت لك لعند ما لقيتها ثابت من ايديا، سبتها كده حوالي اقل من نص ساعه حبايبي. الجو حر، وما حاولي ما تسيبيش العجينه يفوتها خمر معاك. اقل من نص ساعه بقت بسم الله ما شاء الله ملبن وسكر وعسل كده بسم الله ما شاء الله. هنحاول بقى نزلتها كده على الرخامه معايا، ونحاول نكور الكرة تبقى عامله زي الاستفندية الصغيره كده، وتنعميها كده بين ايديك يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله بكل سهوله. العجينه طريه قوي، كل ما العجينه بتبقى طريه معاكي كل ما تعرفي ان القرص هتبقى طريه معاكي. انا عملتهم من نص كيلو، عملتها بكوبايتين اللبن رايب. لو انتي ما عندكيش مثلا غير كوبايه لبن عاديه وعايزه تعمليها، حطي عليها معلقه خل واركنيها شويه، هتبقى معاكي زي لبن الرايب ان شاء الله. وقمت جايه كمان اللهم بارك آه لو ما عندكش اللبن ممكن تحطي كوباية زبادي، والكوباية التانية تبقى مية. المهم كله فضل ونعمة، تعملوا الخير كله لحبايبكم يا رب اللهم امين. شوفوا يا حبايبي، بتحاولي تكوري كده وتنعميها بين ايديكي بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ العجينة طايعة كده معاكي ومطرية ملبن كده بسم الله ما شاء الله. تعملوا الحلو كله يا حبايبي، حاجة زي دي بتبقى حلوة كده وستر ونعمة كده في البيت، تفطري بيها جنب كوباية شاي بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ بنحاول بقى نفردها كده حوالي 2 سنتي كده، ما تحاوليش تبقى تخينة قوي، بحيث تبقى معاكي ما شاء الله طرية كده. وطبعا بيرجع لك لو حباها ان هي تبقى تخينة شوية ترجع لك، بس السمك ده على ما بتدي فرصتها للخم بتبقى ما شاء الله جميلة معاكي. تحطيها بقى في صينية او في صاج فرن، وتبقي مدياله مسحة كده بمنديل زيت، بحيث ما تلزقش معاكي. شايفين الجمال يا حبايبي؟ هنخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة، مش هتاخد معاكي 5 دقايق فرد بالطريقة دي. وتقومي جاية حطاها كمان حوالي نص ساعة تخمر، وعلى الرف الوسطاني ما شاء الله لازم تبقى اعلى درجة حرارة معاكي يا حبيبتي،
شوفي بقى بوريك الصاج ايه، ما شاء الله اتملى. فقلت ايه اعملها كده شق القمر زي ما بيقولوا. شايفين يا حبايبي اكمل بيها ايه الاماكن الفاضيه في الصرف. الجيش قال لك الصرف اعمل بيها إما خلاص ما عادش في مكان، فتبقى جميله برضه. انا بحب قوي الشكل ده. شايفين؟ الله يرحمك يا امي ويرحم موتانا موتى المسلمين، اللهم امين. شايفين يا حبايبي كانت بتعمل لنا الحاجات الحلوه كلها. الله يرحمها يا رب ويرحم موتانا موتى المسلمين، ويبارك في جميع الامهات الموجوده ويطول في عمرهم، اللهم امين يا رب. شايفين يا حبايبي النص كيلو عمل معاكي كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ريحه وطعم وحاجه كده ايه. سبتهم نص ساعه اهو يا حبايبي. شايفين زاد حجمهم ازاي، ما سبتهمش فاتوا خمر، بحيث ايه زي ما قلت. كل حاجه بالمعقول بتبقى جميل عشان تاخدي نتيجه اللهم بارك مرضيه. حطيتها اهو يا حبايبي في الفرن على نار عاليه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ اول ما تاخد كده سوا من تحت قلتلها الشوايه وطلعت بالجمال ده. ايه رايكم؟ لو وصلتوا لغايه هنا بالله عليكم اوعوا تنسوا اللايك وتفعلوا كده الفيديو باللايك كده يا حبايبي. الله يسعدكم يا رب، وتشيروه مع اخواتكم وحبايبكم. شايفين الجمال والطراوه؟ وجودي بتقول لكم اوعوا تنسوا اللايك. طبعا الجمال ده مش عايز غير كوبايه شاي كده معانا عشان ايه نستمتع بالجمال ده. لو عايزه بقى انت تغمسيها بجبنه ولا حاجه كله ما شاء الله شغال. شايفين الطراوه؟ طبعا ايه اول بقى ايه ما تبرد وزادت الكميه عينيها في الفريزر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.